حوار ان احنا بنسرح واحنا بنحط البلاشر ويبقى شكلنا عامل زي البلياتشو، طلع ليه اسمه بلاش بلايندنس، زي عمل الوان كده. المهم ان هي بتقول لنا ان الحوار ده شائع جدا وليه حل. طبعا هو حلوله كتير، بس يلا نجرب الحل اللي هي قالت عليه في الفيديو ده. فيلا بينا نجرب. نجيب بقى بلاشر، اي ستيك بلاشر، وهتقل ايدي. يا جماعه احنا بنجرب فبنلعب. انا استحاله في الطبيعي احط هذه الكميه من البلاشر، بس احنا بنجرب الهاك وربنا يستر وتنجح. وما اضحكش عليكم، حتى لو ما نجحتش قشطه، انا كده كده قاعده في البيت همسحه ونجرب تاني. هي بقى راحت حاطه كونسيلر بالعرض كده، فرشه. هي الفرشه اللي معاها كانت اكبر من دي شويه، بس قشطه دي الفرشه اللي انا بحب استخدمها في البلاشر الكريمي. ابتدت تدمج ده كده بعد محاوله لاصلاح ما اتلفته انا شخصيا بقالي مثلا اكتر من نص ساعه. حابه اقول لكم ان تصليح الحوار ده اسهل من كده بكتير. يعني لو مثلا البلاشر زاد مني زي ما انا هعمل الناحيه الثانيه، بس مش هزوده قوي زي ما عملت هنا. يعني هنا انا افورت بصراحه. فور اكزامبل هو كده تقلان مني وانا خلاص عايزه اخففه، ومش حاسه ان شكله وحش وشكلي بقى قلب بلياتشو. كل اللي انت محتاجاه السبونج او فرشه الفاونديشن اللي فيها بواقي فاونديشن من الكونسيلر او الفاونديشن بتاعك. انا هستخدم الفرشه وهبتدي بالبواقي بتاعه الفاونديشن او الكونسيلر اللي انا مستخدماها، اطبطب على البلاشر لحد ما الدرجه بتاعته تخف وتبقى بالشكل اللي انا عايزاه. ومش محتاجه بقى تحطي على البلاشر كونسيلر وتقعدي تزروطي الدنيا بقى وتدمجي، بالذات لو انت لسه مبتدئه. وكده كده اهم حاجه لو انتم مبتدئين او ما بتعرفوش تتحكموا في الكميات بتاعه البلاشر او البرونزر او وات ايفر الحاجه الكريمي اللي انتوا بتستخدموها، حاولوا تاخدوا المنتج على ايديكم الاول قبل ما تستخدموه على بشرتكم. وتاخدوا يا جماعه كميات صغيره، ما تاخدوش كميات كبيره من اول مره. اللي هو حسيتي مثلا ان هو خفيف اهو ببساطه تقلي، لكن لما بيبقى تقيل صعب ان احنا نخففه. بس كده. لو حد عنده تريكات تانية نخفف بيها البلاشر قولوا لنا بتعملوا ايه تحت في الكومنتس.